هحكي لكم النهاردة قصة هتخليكم تقعدوا تفكروا كتير جدا قبل ما تعملوا أي حاجة. القصة دي مش زي أي قصة رعب سمعتوها قبل كده، دي حاجة مختلفة، حاجة هتحسسكم إن الرعب ممكن يكون قريب منكم أوي، يمكن في الشارع اللي جنبكم أو حتى تحت بيتكم. جهزوا نفسكم واطفوا النور والبس السماعات في ودنك. كان في شاب اسمه ياسر عنده 28 سنة، شاب عادي زي أي حد فينا، بيشتغل موظف في بنك في وسط البلد في القاهرة. ياسر كان عايش لوحده في شقة صغيرة في عمارة قديمة في شبرا. الشقة كانت رخيصة، بس ياسر قال لنفسه فرصة، لقى شقة في القاهرة بالسعر ده قريب من شغله، وفعلا سكن فيها من غير ما يسأل كتير. في يوم من الأيام وهو راجع من الشغل متأخر، لقى ظرف ورق قديم مزقوق تحت باب الشقة. الظرف كان عليه اسم مكتوب بخط ايد غريب، زي ما يكون حد كتبه بريشة من أيام الستينات. فتح الظرف، لقى فيه ورقة صغيرة مكتوب عليها جملة: القصر تحت الأرض بيندهك. ياسر ضحك وقال لنفسه ايه الهبل ده، مين اللي بيستظرف؟ بس الغريب ان الجملة دي فضلت معلقة في دماغه، كل ما يحاول ينام يلاقي نفسه بيفكر فيها. قصر تحت الأرض يعني ايه؟ كمان الظرف نفسه كان شكله غريب، ريحته فيها كده زي زفارة خفيفة، زي ريحة تراب قديم أو شيء متعفن. حط الظرف في الدرج ونام، بس النومة دي كانت بداية الكابوس. تاني يوم وهو قاعد في الصالة بيشرب شاي عادي، سمع صوت خفيف كده زي خبط على الأرض. في الأول قال إنه ممكن يكون مواسير المية أو حد من الجيران بيحرك حاجة، بس الصوت رجع تاني وكان أوضح المرة دي، زي لو حد بيخبط على الباب من تحت الأرض. ياسر نزل راسه على الأرض وحط ودنه. الصوت كان موجود فعلا، كأنه جاي من بعيد، من مكان عميق. الصوت كان زي خبطات متتالية ورا بعض بطيئة، زي لو حد بيحفر أو بيخبط على حيطة بشاكوش أو بمطرقة حديد. ياسر حس إن قلبه هيقف، قام بسرعة وراح يدور على مصدر الصوت في الشقة، بس مفيش حاجة. الغريب إن الصوت كان بيجي من تحت أرضية الصالة بالظبط، مكان السجادة القديمة اللي كانت موجودة مع الشقة. بالليل الصوت زاد، كان بيبقى أعلى، كل ما الدنيا تهدى ياسر يسمع الصوت أكتر. ياسر حاول يتجاهله، بس بدأ يحس إن في حاجة مش طبيعية. قرر إنه يشوف إيه اللي تحت السجادة. لما شالها لقى لوح خشب في الأرضية، زي لو كان باب صغير مدفون تحت السجادة. الباب كان مقفول بقفل قديم مصدي وعليه نقوش غريبة زي رموز مش مفهومة. ياسر قرر ما يفتحش الباب ده دلوقتي لأنه كان خايف، بس الفضول كان أقوى منه. تاني يوم جاب حداد من الشارع عشان يفتح القفل. الحداد لما شاف الباب قال له ايه ده شكله من ايام العثمانيين، انت لقيت كنز ولا ايه؟ ياسر ضحك، بس ضحكته كانت متوترة. لحد ما الحداد فتح القفل، ياسر طلب منه يمشي، قرر انه يستكشف لوحده. تحت الباب كان في سلم حجري ضيق بينزل لتحت، ريحة التراب والعفونة طالعة زي الموجة. خلت ياسر يرجع خطوة كده، بس الفضول كان أقوى منه. جاب فلاش موبايله ونزل. السلم كان طويل بيوصل لممر تحت الأرض. الممر كان مبني بحجارة قديمة وعليها نقوش زي اللي على القفل. المكان كان بارد بشكل مش طبيعي، وكل خطوة كان بيحس فيها إن في عين بتراقبه. بعد ما مشي كام متر الممر بقى أوسع، ولقى نفسه قدام قاعة كبيرة زي القصر فعلا. السقف كان عالي وفي أعمدة حجرية منحوتة بزخارف غريبة شكلها فرعوني، بس فيها حاجة مش مظبوطة، زي لو الرموز دي مش من الدنيا بتاعتنا. في وسط القاعة كان في تابوت حجري كبير، وعلى الحيطان لوحات مرسومة برموز وصور للناس بوشوش مش طبيعية، عيونهم كلها سودة كأنهم بيبصوا عليا. ياسر حس إن في حاجة بتتحرك في الضلمة، زي ظل بيعدي بسرعة. قلبه بدأ يدق بسرعة، بس قرر يقرب من التابوت. لما حط إيده حس إن الحجر سخن، زي لو في نار جواه. فجأة سمع صوت زي همسة كده، بس كانت واضحة: افتحوا. ياسر وهو مرعوب قرر يفتح التابوت. الغطا كان تقيل، بس قدر يزقه بشويش. جواه لقى موميا، بس مش زي المومياوات العادية. الجسم كان متحنط، بس الوش كان محفوظ بشكل غريب، زي لو كان لسه عايش. العيون كانت مفتوحة وكأنها بتبص له. فجأة الموميا حركت ايديها. ياسر صرخ ورجع لورا،
بس الممر اللي جه منه اختفى. الحيطان زي لو اتغيرت، والقاعة بقت أضيق. الهمسة رجعت تاني، بس المرة دي كانت أصوات كتير، زي ما يكون في آلات موسيقية بتهمس بكلام مش مفهوم. الموميا بدأت تقوم من التابوت، حركتها كانت بطيئة بس مرعبة. ياسر بدأ يحاول يتحرك أو يجري، بس لقى نفسه بيلف في دواير، زي لو المكان نفسه بيتحرك. فجأة سمع صوت من وراه، صوت مألوف. كان صوت أمه بتنده عليه: ياسر، انت فين؟ بس لما لف ملقاش حد. الصوت جه تاني، بس المرة دي كان في نبرة غريبة، زي لو مش صوت أمه فعلا. بعدها بدأ يشوف أشباح، زي ظلال لناس عارفهم من زمان، صحابه، أهله، بس وشوشهم كانت مشوهة وعيونهم سودة زي اللوحات اللي كانت على الحيطان. ياسر بدأ يقلق ويفقد إحساسه بالوقت. كل ما يحاول يلاقي مخرج، المكان كان بيتغير. الممرات كانت بتطول وتقصر، والأصوات كانت بتقرب أكتر. في لحظة لقى نفسه قدام مراية كبيرة، بس المراية كانت بتعكس حاجة غريبة. مش هو اللي كان فيها، كان في واحد شبهه، بس عيونه سودة وبيبتسم بطريقة مخيفة. الشخص ده بدأ يتكلم، بس صوته كان جاي من جوه دماغ ياسر: انت دلوقتي جزء من القصر، احنا بنستناك من زمان. ياسر اكتشف ان القصر ده مش مجرد مكان، ده كيان، زي كائن حي. القصر كان بيختار ناس يستدرجهم ويحبسهم جواه. الرسالة اللي لقاها كانت زي دعوة أو لعنة. كل اللي دخلوا القصر قبل كده بقوا جزء منه،